السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتتبعين، كامل بخير على خير. الوصفة تاع اليوم بيتزا تاع الطاجين. هذه البيتزا يعني طيبوها في الطاجين. كاين بزاف ناس اللي ما عندهمش يعني الكوشه ولا الفرن، يعني طلبوا منا هذه الوصفة تاع البيتزا تاع الطاجين. تجيكم بزاف شابة. شوفوا كيفاش طابت. تقولي طابت على طاجين تاع الحجر ولا طابت في كوشه تاع الحجر، لانه تاع اصحاب البيتزا بيتزيريا يعني طيبوها بهذاك يعني تجي طايبه بهذه الطريقه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. يتبعوا الفيديو للاخر يعني باش تدوك كامل الوصفه وكامل الطريقه. يعني انا الحشو تاعها يعني درت حشو اقتصادي، يعني يعني الاساس في العجينه، يعني صح هي العجينه والحشو يعني ديروا الشيء اللي كان عندكم، وكل واحد يعني وكل واحد وقدرته. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو، يعني من فضلكم ديروا لي لايك للفيديو، وكذلك تبارطاجوه يعني في الفيسبوك تاعكم ولا في وسائل التواصل الاجتماعيه يعني اللي عندكم، وكذلك ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. بسم الله نبداو الفيديو. الوصفه واش عندنا؟ نبداو بسم الله. اول حاجه بلاصوص طوماط. هنا عندي حبه طوماطيش كبيره، يعني تقدروا ديروا زوج ثلاثه، يعني ديروا على حسب الكميه اللي عندكم. هنايا درت شويه تاع زعتر، نحب انا بزاف ريحه الزعتر في لاصوص طوماط. تقدروا ديروا في العجينه ولا ديروا في لاصوص طوماط. درت كذلك ورقه تاع رند وخليتها يعني حتى تنشف من الماء كما راكم تشوفوا، يعني نعبزوها كما تشوفوا بالمغرفه باش تجيكم لاصوص طوماط تاعكم تجيكم يعني تجيكم رطبه، ما تجيكمش يعني فيها هذوك تاع يعني طوماطيش مسكرفجه، يعني كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نخدو هنا ما درت لها لا زيت لا ملح لا والو، يعني خليتها حتى نشفت كما راكم تشوفوا باش اللي نجي نديروا لها الملح عفوا الزيت. انايا كثرت لها شويه الزيت لانه لاصوص طوماط تحب يعني تحب تكون شويه يعني مزيته شويه، على ذيك كثرت لها شويه تاع الزيت. درت لها شويه تاع ملح، نديروا لها كذلك مغرفه تاع طوماطيش تاع العلب. نديروا كذلك شويه تاع حمار، راس الحانوت وفلفل اسود، يعني هذو التوابل اللي نديروهم. تقدروا تستغناو على راس الحانوت، ولكن عفوا على راس الحانوت، ولكن الفلفل الاسود والحمار يعني يجوا بزاف شابين في لاصوص طوماط. وكذلك درنا زوج فصوصات تاع ثوم، يعني الفيديو كنت يعني حذفته في المونتاج، على هذيك قلت لكم ديروا زوج فصوص تاع ثوم. ونخلو لاصوص تاعنا تاع الطوماطيش تاع تقلى، وندير لها كذلك شويه تاع سكر باش يعني تنحي لنا القروصيه ولا الحموضيه تاع لاصوص تاع الطوماطيش. ونزيد ندير لها هنايا قريب يعني كاس تاع ولا فنجال تاع ماء كما راكم تشوفوا، يعني ما درتوش كامل، خليت منه ربع. ونخلوها حتى تبقى لنا ولا تقد لنا مليح. هنايا ما على باليش علاش في التليفون مش باينه راس الطوماط حمراء بزاف، ولكن هي جاتني بزاف حمراء. هنا كما راكم تشوفوا لاصوص الطوماط تاعنا بعد ما تقلات لنا وبعد ما نشفت لنا وعقدت لنا، نطفوا عليها ونخلوها بجهه تبرد كما راكم تشوفوا. يعني الزيت قاعد هكاك لانه درتها شويه مزيته، انا نحبها مزيته وانتم تقدروا تنقصوا الكميه تاع الزيت، الشيء يرجع لكم. تجيكم بنينه، يعني كيكون فيها الزيت زياده تجيكم بنينه. هنا نبداو بالنسبه للعجينه واش عندنا. انا راح نبدا بالسوائل هما الاولى. عندي زوج كيسان تاع ماء. هذه العجينه راح تقطع لكم قريب 4 خبزات تاع بيتزا. نتوما تقدروا تنقصوا، يعني تقدروا ديروا كاس تاع ماء وتنقصوا في كلش، ولكن يعني اذا كنتوا يعني عائله كبيره 4 خبزات يعني راح تجيكم لا باس. هنايا درت ربع ولا قريب يعني قريب نص كاس تاع زيت. نديروا كذلك حبه تاع بيض. هنايا بديت يعني بالمكونات بالسوائل الاولى، وبعدها درت النواشف. هنا درت كذلك مغرفه ونص خماره تاع خبز اكيد، ونخلطو كلش بالفوي. هنا قلت لكم يعني تقدروا تستغناو على الكاس تاع الماء. هنا كما راكم تشوفوا درتها بلا حليب، درتها بالماء وتجيكم بزاف بنينه وتجيكم خفيفه وهشيشه. يعني هذه الوصفه ناجحه 100%. نبداو نديرو في الفرينه، يعني بالكاس، هذا الكاس الاول
نورمالمون تقطع لنا تدينا 5 كيسان تاع فرينه. هنا نديرو بالكاس حتى اللي نتحصلوا العجينه يعني ما تكونش جاريه بزاف، تكون يعني عجينه متماسكه. ونزيدو كذلك نضيفوا الملح، يعني انا درتو حتى درت الفرينه باش درت الملح باش ما يقتلش المفعول تاع الخماره. كما تعرفوا الملح والخماره ما يتمشاوش مع بعض. درت الكاس الثاني وراني رايحه نزيد الكاس الثالث. هذا هو الكاس الثالث. على بالي بلي بزاف يعني ناس يحوسوا على كاين اللي يعني يكونوا افراد عائله كبيره، على هذيك يحوسوا على المقادير اللي تكون بكميه كبيره. على هذيك جبت لكم هذه الوصفه تقطع لكم قريب 4 خبزات تاع بيتزا. هنا درت الكاس الرابع نورمالمون، نتوما راكم تحسبوا معايا. ونجلموا بيدينا لانه العجينه شويه ثقلت وما نقدروش نلموها بالفوي، على هذيك نلموها بالعجينه. هنا هذا الكاس الخامس اللي ندير فيه. نزيدو هذا الكاس السادس، يعني نشوفوا شحال ندو منه، لانه ماناش راح ندوه كامل، ندو نورمالمون نص كاس، يعني مش راح ندو كامل الكاس، يعني تجينا 5 كيسان ونص تاع فرينه. وكاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش، يعني نتوما ديروا الفرينه حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه، يعني ما تدوش العبر ولا لا الحساب تاع الكيسان اللي درتهم انا، لانه كل واحد وفرينته. يعني كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش كما سبق وقلت لكم. هنا نجيو نعجنوا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا الفرينه راني نزيد بشويه باش العجينه تاعنا ما تجيناش يابسه. هنايا خلينا نص كاس تاع فرينه كما راكم تشوفوا، غطيتها وخليتها تخمر. شوفوا يعني كيفاش خمرت، يعني العجينه من الخمور تعرفوها انها عجينه ناجحه. شوفوا يعني كيفاش خمرت لنا، وخمرتنا في مده قصيره، يعني ما خدتناش وقت بزاف باش خمرت، لان درت لها مغرفه ونص خماره. وكذلك الجو كان شويه سخون، ما كانش يعني الجو بارد. على هذيك يعني خمرت لنا فاسيمو، يعني ليه ما يعني ما قعدتناش بزاف. كما راكم تشوفوا نحو الساشيطه بلاستيك اللي كنا درناها من الفوق باش الطرشونه ما تلصقناش. ونجو نشكلوا لي بول تاع البيتزا. كما راكم تشوفوا نهبطوا كامل الخمور تاع العجينه. شوفوا يعني العجينه تاعنا كيفاش جاتنا شابه وطريه. نزلوا كامل العجينه من الخمور كما راكم تلاحظوا. نديروا شويه فرينه باش ما تلصقناش في الطابله تاعنا اللي نخدموا فيها. لازم تعاونوا روحكم بالفرينه. هنا نجي نشكلوها على شكل يعني خبزات، يعني ما يكونوش كبار بزاف، يعني ديروا على حساب الطاجين تاعكم. انا الطاجين تاعي يعني كان شويه صغير، على هذيك صغرت الخبز تاعي. من الاحسن ديروهم صغار شويه، يعني ما تكبروهمش بزاف وما تصغروهمش بزاف، يعني باش يجيكم يعني شوفوا على حساب الطاجين تاعكم. الا كان الطاجين تاعكم كبير ديروا خبز شويه كبار، والا كان الطاجين تاعكم صغير ديروا الخبز تاعكم اصغر، يعني على حساب الطاجين اللي راكم رايحين طيبوا فيه. هنا كما راكم تشوفوا قطعت لي ثلاثه وقرصه، يعني شويه صغيره. وانتوما الا كان الطاجين تاعكم يعني كبير تقطع لكم 3، والا كان الطاجين تاعكم صغير تقطع لكم 4. هنا هذا لاصوص الحشو، عندنا لاصوص طوماط، عندي دجاج كنت طيبته يعني في الماء والملح وليزيبيس وفتته كما راكم تشوفوا. ودرت كذلك البصل كنت مقليته، يعني انا نحب بزاف البصل في البيتزا. تقدروا ديروا طرشي، تقدروا ديروا زيتون، تقدروا ديروا طون، تقدروا ديروا فيون طاشي، يعني ديروا واش كان عندكم بالنسبه للحشو. هنا نجي نحلو العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. لازم تكون يعني شويه رقيقه، يعني تكون رقيقه باش ما تجيكمش البيتزا تاعكم يعني تجيكم خشينه وتجيكم فيها يعني فيها القلب. على هذيك من الاحسن ديروها رقيقه. هنايا درناها في الطاجين كان سخون، بعد ما يعني نشفت لنا قلبناها، يعني ما تخلوش تحمر مليح، يعني بهذه الطريقه، يعني تكون بهذا الشكل ما تحمرش بزاف. ونجو نقلبوها، يعني تلقاوها تقفلت لكم تقلبوها ونديروا لها لاصوص طوماط على الوجه بهذا الشكل، يعني نديروا لاصوص طوماط.
يعني كاين اللي يحب يكثر لاصوص طوماط وكاين اللي ما يحبش يكثر، يعني كل واحد والذوق تاعو، كل واحد واش يحب. نديرو كذلك البصل، انا صراحه نحبو بزاف بزاف البصل في البيتزا، يعني كل ما ندير بيتزا ندير لها البصل، ما على باليش علاش. يعني عكس الفلفل، انا ما نحبش الفلفل، فلفل حلو ما نبغيهاش في البيتزا، على ذيك ما نحبش نديرها، يعني خضرات نديرها خضرات ما نديرهاش، لان الزوج تاعي يحبها. ونديرو كذلك الدجاج كما راكم تشوفوا، اللي كنت فتتو، ونديرو فروماج غابي ونغطوها، يعني نديرو بلاع، يعني يكون كيف كيف مع الطاجين. انا ما لقيتش درت لكم هذا الكسكاس يعني على بالي بلي يعني ديري يعني واش عندك. المهم يعني طيبي البيتزا تاعك. هذه هي البيتزا، يعني شوفوا كيفاش طابت لنا، الشكل تاعها بزاف بزاف شباب، والاهم انها جات يعني ما جات يابسه، ما جات يعني معجنه، جات بزاف 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 شابه. يعني اللي ما شافكش وين طيبتيها يقول طيبتيها في الكوشه تاع الحجر، يعني كيما تاع اصحاب البيتزيريا. شوفي الطياب تاعها يعني جا بزاف شباب، كذلك الكوت تاعها ولا القوام تاعها بزاف يعني رائع. جربوها، متاكده انها راح تعجبكم. وكذلك يعني حبيت يعني نسقسيكم، يعني حبيت ندير لكم وصفه تاع ليبيني، يعني شكون اللي راح يحب الوصفه تاع ليبيني تكتب لي في التعليقات، باش يعني الفيديو الجاي ان شاء الله يعني ما نوعدكمش، يعني كل واحد على حسب يعني المكتوب، يعني على حسب المكتوب واش كتب لنا ربي. اذا قدرت ندير لكم وصفه تاع ليبيني، لانه يعني كل مره نقول نديرها ولكن ما لقيتش يعني الوقت. اذا لقيت يعني الوقت انا راح ندير لكم وصفه تاع ليبيني. هذه هي الوصفه تاع البيتزا، ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي في تعليقاتكم كيفاش جاتكم الوصفه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.